شهدت مقبرة الأقصابي بإقليم قلميم صبيحة يوم الجمعة واقعة مثيرة للجدل خلال تشييع جثمان المدعو إبراهيم الصبار المعروف بانتمائه للفكر الانفصالي، حيث أقدم بعض الحاضرين على رفع علم ما يسمى بالجمهورية الوهمية في خطوة استفزازية تتنافى مع حرمة الموتى وقدسية المقابر. المشهد الذي وثقته مصادر محلية أثار استياء كبيرا لدى ساكنة المنطقة، التي اعتبرت أن ما جرى لا يعدو كونه استغلالا بائسا لجنازة شخص انفصالي من أجل تمرير رسائل سياسية معادية للوحدة الترابية للمغرب. ولم يتردد مواطنون في وصف الحادث بالانحطاط الأخلاقي، لأن من قاموا به حولوا لحظة إنسانية يفترض أن تطغى عليها مشاعر الحزن والترحم إلى مناسبة لترويج شعارات انفصالية لم يعد لها مكان في ظل تنامي الإجماع الوطني والدولي حول مغربية الصحراء. الفعالية المدنية والحقوقية بالجهة سارعت إلى التنديد بالفعل، مؤكدة أن رفع خرقة البوليزاريو في مقبرة مغربية يشكل جريمة أخلاقية واستفزازا صريحا لمشاعر المغاربة كافة، معتبرة أن الأمر يعكس مدى الإفلاس الفكري والسياسي للانفصاليين الذين لم يجدوا سوى استغلال جنازة أحد أتباعهم لخلق ضجة إعلامية. ويرى مراقبون أن الحادث لن يؤثر في التلاحم القوي بين ساكنة الأقاليم الجنوبية وعمقها الوطني، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من الصحراء المغربية فضاء للأمن والاستقرار والنماء. ويؤكد هذا السلوك المعزول بحسب المتتبعين أن الانفصاليين يعيشون عزلة خانقة بعد سلسلة الضربات الدبلوماسية التي تلقتها أطروحتهم الوهمية، وأن محاولاتهم لن تزيد إلا من تماسك المغاربة والتفافهم حول قضية وحدتهم الترابية.